السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة حبيت في ناس كتيرة يعني قالت لي عايزين تصوير للفوط، فانا حبيت النهاردة اصور لكم من سوق الخميس يا جماعة. الفوط اللي عند اولاد يوسف زكي، حاجات جميلة جدا، وحاجات بصراحة عندهم الحاجات الخفيفة المحملة، وفي حاجات محملة برضو. فانا حبيت في الفيديو ده ان انا اجيب لكم كده حاجات حلوة، واجيب لكم كمان الاسعار والمقاسات بتاعت الفوط دي. طبعا كل الناس عايزة تعرف فين اولاد يوسف زكي ده. بصوا، انا رحت يوم الخميس، هو فارش طول ايام الاسبوع ما عدا يوم الاحد. تمام. هتروحوا له ازاي؟ اي حد عايز يروح له من عن طريق المترو هيركب محطة هيركب مترو اتجاه المرج. تمام. وهينزل محطة حلمية الزيتون. اما ينزل محطة حلمية الزيتون هيركب توك توك من هناك ويقول له وديني عند مول العمدة، وانزلي هناك او اسألي وانتي قاعدة في التوك توك قولي لهم فين اولاد يوسف زكي بتاع الفوط. فكتير قوي هيوصلوكي ليه هناك لان هو مشهور جدا. عنده بقى بصوا من الابره للصاروخ، عنده فوط وبشاكير وعنده ملايات وعنده بصوا كل حاجه، كل ما تتخيلوا، كوبرتات. عنده كل حاجه بصراحه متوفره زي ما انتم شايفين، الوان واشكال وفي الساده وفي المشجر، بصوا في كل حاجه. تمام. وفي كل المقاسات، يعني عندكم من اول الفوطه اللي هي 30 في 30 لحد البشكير الكبير اللي هو بيبقى مترين في مترين او متر ونص في مترين. تمام. فانا اهو هنبتدي كده الفيديو على بركه الله والصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نبتدي الفيديو. عندكم طبعا زي ما انتم شايفين اهو، دي فوط تقريبا متر. بس هو بصراحه انا لما وقفت جنب الفوط دي كان عنده زحمه، فما قاليش الفوط دي بكام. فيعني بصوا، هو مشكلته يوم الخميس يا جماعه بيبقى عليه زحمه قوي، بيبقى عليه ضغط. فانا نصيحتي ليكم اللي عايز يروح له يروح له، يا ريت يروح له اي يوم من ايام الاسبوع، علشان خاطر يقدر يتواصل معاه ويقدر اللهم صل على النبي، يقدر يعني ياخد راحته في الشراء. علشان خاطر بصراحة يوم الخميس بيكون زحمة جدا، وعنده الخدديات وعنده اكياس المخد، بصوا عنده كل حاجة. تمام يا جماعة، اهو زي ما انتوا شايفين، وانا هشرح لكم برضو في الفيديو الدنيا ماشية ازاي. طبعا اولاد يوسف مشهورين بالفوط ومشهورين بالحاجات اللي هي مستوردة وفيها قطن وكده. تمام. عنده الحاجات المستوردة وعنده الحاجات المصري، بس الأغلبية أو 3/4 الحاجة اللي عنده مستوردة. تمام. والبشاكير دي برضو اهي تنفع يا جماعة للمصايف، الناس اللي عايزة تروح مصايف بيها. عنده البشاكير أسعارها بتبقى من 75 لحد 130 جنيه. وفي برضو بأعلى من كده، بتبقى خامات أعلى من كده، وخامات على حسب الخامة. انتوا عارفين طبعا الفوط يا جماعة بتبقى بالكيلو. يعني ايه بالكيلو؟ هو ما بيبيعهاش بالكيلو، ولكن هي بتتقاس عند التجار بالكيلو، يعني بتبقى على حسب هي خفيفة ولا تقيلة ولا نظامها ايه. تمام. فعلشان كده هتلاقي الاسعار متفاوتة على حسب تقل وخفية الفوطة نفسها. الفوطة التقيلة غير الفوطة الخفيفة زي ما انتوا ايه عارفين. فاحنا برضو بنعرض ده وبنعرض ده، وانتوا بقى ايه، على كل واحد على حسب اختياره وعلى حسب امكانياته المادية في الفوط دي. يعني اللي بيجيب لعروسة غير اللي بيجيب لبيته، يعني اللي بيجيب لبيته بيجيب حاجة متوسطة وسعرها بيكون مناسب ليه. اللي بيجيب لعروسة بيضطر يجيب لها الحاجات اللي هي الغالية، او الحاجات اللي هي على اقطان، او الحاجات اللي هي بتبقى تقيلة ومحملة، عشان دي بتبقى حاجة العمر بإذن الله. تمام. يلا بقى نبتدي الفيديو، وانا هوريكم اسعار وهوريكم مقاسات الحاجات اللي انا يعني هتذكرها معاكم. تمام. لان كان عنده التصوير زي ما انتوا عارفين، انا زي ما انا قلت لكم التصوير يا جماعه عنده يوم الخميس بيبقى صعب شويه، عشان خاطر بيبقى عنده زحمه وعنده ضغط شغل. تعالوا بقى نشوف الفوطه الجميله دي. قال لي ب15 جنيه. هي عباره عن 50 سنتي كده، في يعني ممكن تكون في ربع متر. تمام. قال لي ب15 جنيه، يعني تعمل كده يعني 2 من فوطة المطبخ. دي بقى تقريبا 30 في 30، بس خامتها عجبتني جدا. قال لي ب6 جنيه. خامتها بصراحة عجبتني قوي قوي قوي، ومستوردة وحلوة قوي زي ما انتوا شايفينها كده، جميلة جدا.
تمام. عندكم بقى فوط المطبخ دي قال لي ب12.5. وفوط المطبخ طبعا مقاساتها معروفه بالنسبه لكم. عنده بصوا اشكال والوان زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله عنده حاجات جميله جدا في فوط المطبخ. بصوا هما كل ستاند خاص بمقاسات معينه وخاص باسعار معينه، بمعنى ان فوط المطبخ كلها مع بعض في حته واحده باشكالها والوانها ومقاسها الموحد. تمام، ب12.5. تمام، زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا الناس كانت بتنقي في الكشمير وفي يعني عندك حاجات كتيره قوي. تمام. دي بالنسبه لفوط المطبخ، عشان في ناس بتحب الغوامق. في فوط المطبخ غوامق اهي، وفي برضو فواتح في اللي هو الرصاصي، وزي ما انا بوريكم التيكت مستورد مش مصري. تمام. عندكم بقى البشاكير الجميله دي قال لي ب75 جنيه. تنفع للمصايف. عجبتني قوي. في منها الملون والمشجر وفي منها الساده. تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهو، لا حول ولا قوه الا بالله. عنده حاجات جميله جدا. تقريبا البشكير ده متر في مترين. تمام. في منه اهو زي ما انتم شايفين الساده كمان، وخامته حلوه قوي، خامته على قطن. وفي البشاكير دي وش خامه بشكير، والوش التاني بتبقى قطيفه اهو زي اللي انا ماسكاه ده، وش قطيفه ووش بشكير. وانتوا زي ما انتوا شايفين طبعا برضو لقيت عنده الخداديات دي. الخداديات دي يا جماعه قال لي ب10 جنيه. انا قعدت اقلب ما لقيتش غير خداديات، يعني ما عندوش اكياس مخدات تقريبا. هي ب10 جنيه. تمام، مش جاي من تفصيلها يا جماعه ولا جاي من قماشها. 10 جنيه دي مش تمن كيس شيبسي دلوقتي. تمام. فانا زي ما بقول لكم اهو الاسعار عنده في كل حاجه متفاوته. وعنده وعلى فكره الخفيف والتقيل في الخداديات دي. عنده التقيل والخفيف يا جماعه. تمام اهو زي ما انتوا شايفين، حاجه جميله جدا، حاجه تحفه ما شاء الله اهو زي ما انتوا شايفين. وعنده نوع من انواع البشاكير التانية دي اللي انا هصورها، تقريبا هي 1.5 متر في مترين، عامله 130 جنيه. زي شايفين هي اكبر من ام 75 جنيه واتقل منها سنه. فهي المقاسات بتفرق قلتلكوا، والخامات يا جماعه، عشان كده الاسعار متفاوته. 75 جنيه اللي احنا عرضناها الاول، ودي ب130 جنيه البشكير الكبير ده، بس جميل وتحفه. لقيت بقى عنده حاجه يا جماعه اول مره اشوفها بصراحه. ده قماش كانت الستات اللي بتمطر منه. هو المتر ب25 جنيه. قالوا لي هناخده فساتين للاطفال، بيتعمل فساتين للاطفال. تجيبي له بطانه من تحت ويتعمل فستان جميل. انا عجبني البنك جدا، عجبني البنك بصراحه. وعندك هنا هو برضو بصوا الابيض كان عليه طلب، واللبني. تمام. وعندك الفوط الجميله دي برضو، دي قطن 100% يا جماعه. قال لي ب40 جنيه، بس في منها الابيض بس، هو شغل فنادق زي ما انتوا شايفين. فده موجود وده موجود. يا ريت لو عجبكم الفيديو تحطوا اللايك الجميل وتشجعوني كده، واللي ما اشتركش ينزل يشترك في القناه عشان يوصله ان شاء الله كل جديد ومفيد. فما تنسيش اللايك الجميل ودعمك الجميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.